بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده بابريكا الحراقه او بودره الشطه الحراقه. انا جايبه شطه سودان اهو، زي الشطه زي فيديو الشطه اللي عملته معاكم اللي هي هريسه الشطه، نفس النوعيه اهيت، وطازه وجميله قدامكم اهي. لازم تغسليها الاول طبعا، عشان لو عليها تراب على رش على اي حاجه من الحاجات ديت يعني تتغسل كويس 3 4 مرات، وتغسليها قبل ما تطلعي القماع بتاعتها اللي هي اللي فوق الخضرة دي، تغسليها قبل عشان ما تدخلش فيها ميه. وفي ناس بقى بنشفوها كده زي دي كده، بتوع زمان طبعا بنشفوها بيجيبوا فتلة وإبرة ويدخلوها يعملوها ايه زي ما هشوفوها دلوقتي كده، ويسيبوها تتنشف كده زي ما انتوا شايفينها اهوت في الفتلة دي لحد ما تتنشف خالص، ويعلقوها كده في المطبخ، وياخدوا كل ما يحتاجوا ياخدوا قرون طازة كده ويطحنوها ويستخدموها. بس انا هنطحنها كلها النهارده عشان تبقى جاهزة تحت ايدي على طول، ما نحتاجها نلاقيها ايه، نلاقيها جاهزة على طول تحت ايدي نستخدمها زي اهو كده، زي انتوا شايفينه كده اهو. كانوا زمان بيعملوها كده، مكانش فيه مطحنة ومش وكده، وكان فيه الهون وكده، كانوا بياخدوها ينشفوها كده في الفتلة كده ويعلقوها وياخدوه بقى يطحنوه في الهون، يدقوه في الهون ويطحنوه قدامكم اهو. كانوا بيعلقوها بالمنظر ده كده زي ما انتوا شايفينه كده. لكن بقى دلوقتي طلعت الكبة والخلاط وكده، فالناس بتنشفها وتطحنها وتعملها اللي هي بابريكا حراقة او بودرة شطة حراقة. وفي بودرة شطة او بابريكا اللي هي الباردة طبعا. انا اهوت بقى بعد ما غسلتها شلت القمع بتاعتها اهوت عشان هنشفها بقى كده. هتاخدها تنشفها في الشمس طبعا. بنوريها لكم دي قبل اللي هي مش متقمعة واللي تحت متقمعة اهي، القمع بتاعتها من شال اهي، الخضر القمع الاخضر ده من شال. وتغسليها قبل ما تشيلي القمع الاخضر ده اهوت. انا بنشفها اهوت في الشمس بقى، بتحطها في الشمس تنشف معاكي اهوت، وخليها معاكي على طول يعني احنا مستغناش عن البابريكا الحراقه ديت خالص في معظم اكلنا، في الباميه، في السمك، في الخلطه بتاعت السمك او تتبيله السمك او اي يعني حاجات كتيره نستخدموها فيها اللي هي البابريكا الحراقه دي. في اكل كتير بنستخدمها فيها وتقلبيها كده طول ما انت بتنشفيها، تقلبيها عشان اللي تحت يجي فوق والفوق يجي تحت. نشفت معايا اهيت، شايفين لونها جميل ازاي بعد ما نشفت اهي. وعلى فكرة يا جماعة انا دخلتها برضو شوية في الفرن عشان لو فيها اي رطوبة ينشال. شايفين بتتفرك على طول معايا بالايد ازاي، وما تفركوهاش بالايد كده عشان انا كنت معتقدة يعني اللي هي مش الحرقية بتاعتها مش هتطلع في دي، لا طلعت في ايدي وهي ناشفة. زي ما قلت لكم انا دخلتها في الفرن برضو ساعة كده، بس خلي بالك بس مش الفرن يبقى والع ده، انت بتسخنيه وتدخليها فيه عشان هي بتبقى رقيقة خالص بعد ما بتنشف. انت بتنشفيها كذا يوم معاكي بره في الشمس على ما تنشف، تاخد معاكي اسبوع ولا حاجة. وبعد كده بتدخليها ساعة ولا حاجة في الفرن، بس بعد الفرن تسخنيه وتطفيه وتطفيه اهو. شايفين بتتفرك ازاي عشان ناشفة، عشان لو فيها رطوبة عشان انت هتخزنيها من السنة للسنة تفضل معاكي ولا تعفن ولا ريحتها تطلع ولا حاجة اهي. وتبقى معاكي جاهزة تاخدي تستخدميها على طول اطحنيها. انا ما عملتش اللي هي في الفتله دي، انا عشان بوريكم بس طريقه اجدادنا زمان، الناس بتوع زمان كانوا بينشفوها كده، يحطها في الفتله كده بالابره ويعلقوها لحد ما تنشف. وكان بقى معاهم الهم بياخدوه يدقوها على طول معاهم في الهم، زي دلوقتي في خلاط وفي كبه. كان بخليها قرون زي ما هي طازه كده، وياخدوا القرن بقرن يستخدموه طازه كده ناشفه. لكن انا هنطحنها ونخليها كلها مطحونه وجاهزه معايا، بحيث تبقى تحت ايدي في اي وقت ناخدها ايه تستخدمها على طول اهي. تحطها في الخلاط كده وتضربها في الخلاط، لو ما عندكش كبه الخلاط هيقضي وهينعمها لك خلاص احسن من الجاهزه كمان. وهتعجبكم، هشوفوها دلوقتي في الاخر جميله يعني، هتعجبكم واعملوها وهتعجبكم ان شاء الله. تبقى حاجه جاهزه تحت ايديك تاخديها تستخدمها على طول مطحونه، وتحطها في التلاجة ببرطمان زي ما انتم شايفين هتشوفوا دلوقتي في التلاجة. والخلاط هيخليها لكم تحفه، هتشوفوها دلوقتي اهو. بتحطها على مرات، عايزه احطها على مره واحده حطيها، على مرتين حطيها زي ما انت عايزه. ودي كميه كبيره على فكره مش كميه صغيره، عشان دي شطه سوداني حراقه خالص اهي. دي شطة سوداني أقل منها هيقضي وهيكفي، دي تكفيني سنة وزيادة عن سنة كمان، حتى يقعد معايا أكتر من سنة. والخلاط هيديكوا نتيجة حلوة فيها خالص أحسن من الكبة كمان. هيطحنها لكم وتخليها لكم بودرة تبقى جميلة، بودرة اللي هي بابريكا حراقة أو بودرة شطة حراقة.
واعملوها يا جماعه الحاجات دلوقتي، التوابل دلوقتي غاليه خالص. شايفين لونها عامل ازاي لما اتطحنت في الخلاط وناعمه ازاي اهو. اقل منها حقيقة عشان دي شطه سوداني حراقه خالص. شايفين لونها جميل ازاي وناعمه خالص اهي. دلوقتي التوابل غاليه خالص، اقل حاجه ب10 جنيه، والعشرة ما يعملوش معاكي طبخه ولا اتنين من التوابل. اقل حاجه دلوقتي من التوابل ب10 جنيه، وال10 جنيه دي واللي بيدولك ب10 جنيه ما يعملش معاكي حاجه، ما يعوزش عندك طبختين ولا حاجه في التوابل كلها. وفي توابل طبعا غاليه عن توابل الكمون اللي بنعملوه في مصر هنا، بنزرع في وطن في مصر. ده غالي خالص، اللي كان ارخص حاجه بقى دلوقتي هو اغلى حاجه. ومعايا هي بتاع دي بتاع التوابل ديت اهي قدامكم. ده برطمان توابل، ده هنحطه فيها ونحطها في التلاجة من تحت. حطها في التلاجة من تحت، تفضل معاكي من السنة للسنة. كل ده هيكفينا وهيفيد كمان. لو انتوا سمعتوا الفيديو يا حبايبي بتاعي لحد دلوقتي وعجبكم، اعملوا لي اشتراك في القناة واعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم. عايزه نكبر بكم معاكم ان شاء الله. شايفين ناعمه ازاي اهو قدامكم اهي. وتخزنيها بقى في اي بقى انت حاجه انت عايزاها، وخليها في ازاز احسن عشان تديكي تفضل معاكي ريحتها حلوه، ما ترقش من بلاستيك ولا حاجه. اي حاجه عايزه تخزنيها خزنها في ازاز. قدامكم جميله خالص اهي وتحفه خالص اهي. وخزنوها تستخدموها وتنفعكم طول السنه. تلاقيها جاهزه تحت ايدك على طول، تاخديها تستخدمها في الاكل على طول. ما تروحيش بقى تدقي من اول وجديد وتجيبي وتشتري بالغالي وكده، هتبقى معاكي ورخيص. انا شاريه الكيلو ب20 جنيه دلوقتي. اقل حاجه بتشتريها من التوابل ب10 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.